بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله معانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيت كده أبدأ معاكم السنة الجديدة بالأكل الحلو ده. يا رب سنة سعيدة علينا كلنا، سنة ستر وصحة وراحة بال ورزق واسع، اللهم أمين علينا جميعا. يا رب اللي محققش حاجة السنة دي يحققها السنة الجاية بإذن الله، السنة اللي فاتت يحققها السنة دي بإذن الله. كون زي ما انا قلت لكم سنة ستر وصحة وراحة بال ورزق واسع وانا معاكم، اللهم امين يا رب العالمين. الفيديو النهاردة بيتكلم عن نفسه. شايفين الحلويات وشايفين الحاجات الحلوة دي؟ يلا بينا بقى نخش على الفيديو نشوف عملناها ازاي. يلا نبدأ ونقول بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله عليه العظيم. اول حاجة انا بدأتها صلصة المحشي. مادام هعمل محشي يبقى ببدأ بقى بالصلصة كده تتسبك مع نفسها لحد ما احضر الحاجة. كان عندي كمية اكل كبيرة فلازم اعملها قبلها بيوم، مادام هعمل اكل زي ده لازم قبلها بيوم. فطبعا نزلت السوق جبت طلباتي وجبت حاجتي وبدأت في حاجة المحشي. عملت الصلصة بتاعتي، حطيت شوية زيت محترمين مع شوية بصل كده، ونزلت بتتبيلة البصل. بتبلها ازاي؟ حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت كمون، حطيت 7 بهارات وحطيت شوية من البابريكا، وبقطع عود من الخضرة بتاعة المحشي اللي هي الشبت والكزبرة. لما يطلعوا ريحة حلوة كده اقوم جايه نازله بالطماطم بتاعتي واسيبها تتسبك مع نفسها. وبعد كده بقى لما تتسبك نظبط الملح بتاعنا ونشوف لو هي محتاجة توابل. في اليوم ده هنعمل طبعا محاشي مشكلة. نزلت السوق بقى جبت طلباتي زي ما انا قلت لكم. لو انت عندكم عزومة قبلها بيوم لازم عزومة اكل بقى هتعملي اي حاجة، فظبطي حالك. اللي انت لو هتعملي اكل بكميات كبيرة ظبطي حالك قبلها بيوم. انا زي ما انا قلت لكم نزلت السوق جبت طلباتي، جبت بقى هتلاقي ايه هنعمل المحاشي مشكله، فجبت بتنجان جبت فلفل جبت كوسه جبت الخضره بتاعتي، جبت برضو الفراخ اللي انا هستخدمها معاكم وغسلتها ونقعتها. يعني ايه كل حاجه اشتغلت فيها بحيث ان انا تاني يوم قمت يا دوبك على تسويه الاكل بس. فانا برضو عندي رأي ان اهم من الشغل تظبيط الشغل. لما تظبطي الدنيا وتظبطي حالك، وبالذات لما انت تبقى ايدك لوحدك اللي هتشتغل في الحاجة، يعني مفيش حد هيساعدك، فظبطي نفسك من قبلها بيوم. هترتاحي وهتخلصي حاجتك وهتبقي ايه كل حاجة حواليكي جاهزة. هنقع دلوقتي الخضرة بتاعتي وبرضو هبدأ ان انا انضف البتنجان، يعني نضفت كل حاجة وقعدت كده على رواقة بقى ان انا قورت. كنت خلصت الصلصة بتاعتي وكنت قلبت الرز فيها وقطعت الخضرة. ان انا لما قعدت اقور بعد ما قورت على طول حشيت. يعني كل حاجة كده كان ربنا مسهلها الحمد لله. وزي ما انا قلت لكم، يعني ما بنقول كلمة بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، انت كده بترمي حمولك كلها على ربنا. وفعلا ربنا والله يعني بيساعد وبيقف جنبك، بتحسي ان الكلمة دي فيها سحر. انا عن نفسي الكلمة دي على طول لما بخش المطبخ اقولها، عندي شغل مثلا في البيت اقولها، وانا نازلة رايحة مشوار بقولها، فبحس فعلا ان هي سحر. وبتحس ان انت بتقضي شغلتك وبتخلصي حالك كده، يعني ربنا بيبقى معاكي في كل حاجة. بدأت كده ان انا هنضف كمان بقى، نعمل بقى شيخ المحاشي بقى كرنبتين حلوين كده، جبنا كرنبتين حلوين رغم ان انا يعني نقيتهم صغيرين بس ورقهم ما شاء الله كان حلو. في الوقت ده طبعا الصلصة على النار، وحطينا برضو مية مغلية تغلي على النار عشان هنسلق الكرنب. حطيت فيها شوية كمون وشوية ملح. هنضف الكرنبايه دي برضو، يعني نضفت كل حاجة، اي حاجة عايزة تتنضف بدأت ان انا انضف والم حواليا. وبرضو مطبخ نضيف، يعني مش هننضف على الاكل وهنكركب الدنيا حوالينا، لا. بدأت ان انا انضف والم بقى اي حاجة بواقي خضار اي حاجة مش عايزاها في كيس جنبي كده، ونضفته. وبرضو خلصنا كل حاجة. هننضف الكرنبايه دي برضو كده من قلبها من جوه. وزي ما انا قلت لكم انا حطيت حله كبيره، هنزل بالكرنبايه كده زي ما هي في قلب الحله وهبدا اورقها في الحله. هنشوفها دلوقتي مع بعض برضو كل حاجه في الفيديو. هو الفيديو طويل شويه بس يعني اللي عايز مثلا عنده عزومه اللي عايز يتعلم حاجه، الفيديو في ده فيه تفاصيل كتير. بدات اهو زي ما انتوا شايفين اهو، واطلع كده ورقه ورقه اهي بتتورق معايا في قلب المية المغلية في ثواني على طول. بدأت اورقها وزي ما انا قلت لكم كرومبتين صغيرين بس بسم الله ما شاء الله رموا ورق حلو وحشوا معايا كمية حلوة. انتوا شفتوها في اول فيديو السرافيس كانت بسم الله ما شاء الله مليانة وكانت حلوة اوي. شايفين كمان الصلصة في الوقت ده انا هغطي على الصلصة وهدي عليها، يعني انا سبت الصلصة لحد ما بخرت كل البخار اللي فيها، ما غطيتش عليها.
هبدأ دلوقتي بقى ان انا اغطيها وهدي عليها بقى النار لحد ما تتسبك وتتقل مع نفسها خالص. الكرنبايه الاولانيه يا بنات ما خدتش معايا وقت اهي، اتورقت في ثواني واتسلقت. هبدأ برضه اعمل الكرنبايه التانية كده، وبعد لما نخلص بقى سليق الكرنب هقطعه وهنضفه برضه وهنجهزه. الصلصة بتاعتنا زي ما انا قلتلكوا ريحتها حلوة جدا. التوابل اللي احنا حاطينها في الصلصة جميلة، اللي هي الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات. السبع بهارات في المحشي حلوة جدا، والبابريكا ادت لون حلو جدا. يعني انا ما كنتش ضايفة صلصة طماطم، لا دي كانت البابريكا. وطبعا كمان حطيت شطة حمراء او شطة اللي هي الناشفة دي. وبرضو حطيت وانا بضرب في الطماطم حطيت قرنين شطة خضراء. كان المحشي حراق، بس فعلا انا عندي رأي ووجهة نظري ان المحشي وهو حراق له طعم تاني. بدأت كده بقى ان انا اقطع الكرنب. طبعا الحاجات اللي هي بتطلع من الاول دي بحطها طبعا في الحلة من تحت اللي هي وانا احشي فوقيها. وقطعي طبعا على حسب ما انت عايزه. يعني انا بحب المحشيه حلوه كده، لا كبيره ولا صغيره، هي وسط بس بتبقى حلوه كده. فبدات بقى ان انا اقطع الكرنب بتاعي. الكميه زي ما انا قلت لكم كانت حلوه، بس حضرت كل حاجه حواليا. حضري كل حاجة، ظبطي كل حاجة. لما بتمشي بنظام بتلاقي كل حاجة بتهون وكل حاجة مترتبة حواليكي، لا هتاخد وقت ولا هتتعبك. وزي ما انا قلتلك لو انت لوحدك اللي هتعملي الحاجة ظبطيها. انزل السوق قبلها بيوم اجيب حاجتي، اجي مثلا زي ما انا عملت كده هنضف هسلق هنضف هقور هحشي فراخ اتغسلت هقوم على الصبح. مثلا طبعا هي الفراخ المفروض ان انا كنت هسلقها عشان انا عامله كميه محشي كبيره، فانا عايزه شوربه تكون سمينه وحلو، فمش هينفع ان انا اعملها صواني. ففعلا يا بنات انا عملتها. الفراخ بتاعتي سلقتها عادي، بس هقولكوا على الطريقه في الاخر انا عملتها ازاي. كده حضرت كل حاجه اهو. شفت شايفين كميه الورق؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كبيره جدا. وغسلت الفرختين بتوعي ونقعتهم حلو، وهشيلهم بقى في التلاجة للصبح. قطعت كمان الخضرة بتاعتي. هبدأ دلوقتي ان انا اعمل الصلصة بتاعت المحشي اهي. بسم الله، مش شايفين اللون؟ اللون كان حلو جدا والله. انا ما ضفتش صلصة طماطم، دي الطماطم العادية. بس مجرد ان انا زي ما انا قلت لكم حطيت شوية البابريكا، وكنت حاطه شطه حمراء، فكانت مديه لون للصلصه حلوه جدا. وكانت الصلصه كتير، ففعلا انا ما ضفتش الشوربه كتير وانا بزود المحشي. يعني الشوربه مش كتير والمحشي طالع حاجه بسم الله ما شاء الله. كده ظبطت كل حاجتي. قلت بقى لما الخلطه بتاعه المحشي دي تبرد اكون انا قورت. يعني انا حضرت بس ما كنتش لسه قورت، انا كنت خلصت الكرنب وخلصت الخلطه اهو. وشويه الورق اللي طلعوا دول حطيتهم في الحله من تحت. قلت بقى لما الخلطه بتاعتي دي تبرد اكون انا ايه قورت طبعا وسلقت وعملت كل حاجه. ودلوقتي هنبدا ان احنا ده تاني يوم بقى الصبح. الحلل بتاعتي خلصتها وعملت كل حاجه. فبدات ان انا دلوقتي سلقت بقى الفراخ بتاعتي. انا الفراخ سلقتها ازاي؟ حطيت حته سمنه حلوه كده وشوحت الفراخ، اديتها تشويحه كده مع ملح ومع فلفل اسود وورقتين لوري وحبهان وبصل وطماطم. شوحت لما الفراخ طلعت ريحتها كده ولونها اتغير خالص. قمت ضايفه الميه بتاعتي. ريحه الشوربه كانت جميله. انا ما بحبش احط ملح في اول الفراخ، يعني تغلي غلوتين 3 كده وما احس ان هي قربت تستوي املح بقى. المحشي بتاعه يا بنات بدأت ان انا ازوده. زي ما انا قلت لكم الصلصه بتاعتي كانت حلوه، فانا ما حطيتش شوربه كتير عشان ما يعجنش. انا عايزاه مفلفل كده ويطلع محشيه من محشيه. الفراخ اتسلقت معايا اهي. عملت لها خلطه حلوه. عملت ضربت طماطم كده في الكبة، وحطيت معاها قرنين فلفل شطة. لو انت عايزاها حراقة مش عايزاها حراقة حط اي فلفل تاني. حطيت ملح وفلفل وحطيت 7 بهارات. وهنزل دلوقتي بعصرة ليمونة، هعصر نص على الخلطة وهعصر نص على الفراخ. زي ما انا قلت لكم انا عايزة شوربة، فما كانش هينفع ان انا اعمل فراخ في الصينية. فانا هديها دلوقتي طعم الفراخ المشوية بس بعد ما سلقتها. نزلت كده بشوية زيت كمان على الخلطة، وهبدأ ان انا اقلبها كده. زي ما انا قلت لكم طماطم وفلفل، وحطيت كمان ملح طماطم وفلفل اخضر. عايزه تحطيه حراق حطيه، عايزه تحطيه بارد حطيه، بس انا حطيته حراق كان مخلي طعم الفراخ حلو. وحطيت كمان يا بنات ملح وفلفل وشويه من 7 بهارات. قلبت الفراخ على ظهرها كده، وبعدين حطيت الخلطه دي هدخلها على الشوايه. اما تاخد لون من الناحيه دي هقلبها الناحيه التانية.
بتطلع معاكي زي المشوية. واما تخلص بقى خالص ومن الناحيتين هعمل كده فحمايه، وبعد كده هطش الفحمايه فيها. هنشوف ده كله في الفيديو. زي ما انا قلت لكم تفاصيل كتير، بس الفيديو فيه حلو وحاجات فيه عالم حلو كده للي عايز يتعلم واللي عايز يعرف. فعلا حاجات حلوه. وزي ما انا قلت لكم الفيديو في الاول بيتكلم عن نفسه ان هو الطريقه جميله جدا. كده الفراخ خلاص عندي اهي. جبت بقى طبق كنت مولعه فحمايه كده، هنزلها على الفراخ، وهحط بقى نقطه زيت كده عشان الفحم يملالي الفراخ كلها. ريحتها كانت حلوة جدا وطعمها كان جميل، يعني فعلا كانت حلوة. الخلطة دي خلت الفراخ طعمها حلو جدا. ومنها ان انا استفدت من الشوربة، ومنها غيرت طعم الفراخ المسلوقة. بدل ما تتحمر كده بس، لا انا حمرتها بطريقة كويسة، لا زيت بقى ولا حاجات كتير، لا حمرتها ناشفة كده وكانت حلوة جدا. هغطي عليها بقى بفوطة عشان الفحم يملى الفراخ. شايفين الكرنب ما شاء الله صباع من صباع. بس انا ما زودت الشوربه، كان السطر الاولاني ده كله باين عشان كانت الصلصه حلوه، فكان هيستوي حلو. هبدا بقى ان انا اجيب السرفيس بتاعي عشان هنبدا ان احنا نقدم الحاجه بتاعتنا كلها دلوقتي. شايفين المحشي؟ وطبعا لما تحطي في سرافيس زي دي ادي فرصه للمحشي ان هو يتهوى علشان ما يعجنش. يعني لما تقفلي عليها السرافيس ما تلاقيش المحشي اتعجن. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الكميه كانت حلوه جدا، ورمت معايا كمية محشي حلوة والفراخ وكل حاجة. بدأنا كده بقى ان احنا فرشت بقى كده البقدونس في قلب السرفيس من تحت. وبقيت بقى ان انا انزل الفراخ بتاعتي. طبعا يعني الحاجات دي طبعا من اساس اللي هي بتفتح النفس فعلا. شكل الاكل احنا دايما زي ما انا قلت لكم عينينا بتاكل قبل بقنا، فشكل الاكل فعلا كان يفتح النفس. كم قرن فلفل اخضر بقى على الشكل كده العام. ففعلا الحمد لله الحاجة اللي انا عملتها ووقفت وعملتها. طلعت طعمها حلو جدا وتشكر لي فيها جدا. فالحمد لله على نعمته. والحمد لله ان انا لما بعمل حاجة وبتطلع كويسة ببقى مبسوطة. اتمنى الفيديو يعجبك، واتمنى تدعموا الفيديو ده باللايك والاشتراك في القناة عشان وجودكم معايا هيسعدني جدا. انتظروا فيديوهات جاية. مع السلامة.